بزاف ديال الناس وبزاف ديال الشباب وبزاف ديال الشابات كيحسوا براسهم ما فرحانينش او لا ما كيتقدموش وما كيزيدوش لقدام. السبب ديك النهاريات كنت جالس في واحد المجمع ديال الاصدقاء ديالي والاصدقاء ديال الاصدقاء ديالي، وكنت كنسمع بعض الاسئله اللي كيبانوا لي شويه اسئله اللي فايتين الوقت ديالهم. يعني حمزه كيفاش بغيت نشري هادي، حمزه بغيت انني ندير هاد القضيه هادي، حمزه بغيت نشري هادي، بغيت هادي. هنا فهمت واحد القاعده، فهمت انه بزاف ديال الناس اللي ما فرحانينش في حياتهم او لانه ما كيتقدموش في حياتهم كيركزوا في الشيء الغلط. كيركز في شنو باغي اكثر ما كيركز في شنو يدير باش انه يوصل لديك الحاجه. كاين الفرق ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. الا كنتي مركز على هذاك الشيء اللي دارو هذا السيد او هذاك الشيء اللي وصل ليه هذا الاخ او هذا الشيء اللي وصلت ليه هذه السيده، فهنا راك في الطريق الغلط. خاصك تركز في البروسيس اللي دوزو هذاك الشخص باش وصل لديك المرحله. اشنو دار، شحال من ساعه كيخدم في النهار، اشنو كيدخل الجسم ديالو، شنو كياكل، اشنو كيسمع، مع من كيمشي، كيفاش كيهضر، كيفاش كينظم الوقت ديالو، كيفاش كينظم الامور ديالو حتى وصل لديك النتيجه معينه. وهذا هو الغلط اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، كيركزوا على اشنو بغاو وكينساو شنو يديروا باش يوصلوا لديك الحاجه. خاصك تركز على الحوايج اللي نتايا غادي تحكم فيهم. الحاجه الوحيده اللي تقدر تتحكم فيها حاليا هي التفكير ديالك، والتفكير ديالك هو اللي كيأثر على الافعال ديالك. الا كنتي كتاكل تغذيه صحيه فراه غادي تبان في الصحه ديالك، الا كنتي كتخدم فراه غادي تبان في جيبك، الا كنتي كتقرا فراه غادي تبان في النتائج ديالك في اخر ديال العام. فاي حاجه كنتي كتفكر فيها كتبان في الافعال ديالك. والطريقه الوحيده باش انك تنجح وتمشي مزيان في الحياه ديالك هي انه تكون بعدا كينا كتصبر، لان لا بليبار ديال الناس مع لا تكنولوجي مع بزاف ديال الامور كيخلي انه اي حاجه بغاها كيلقاها بالزربه. يعني بغى يتفرج في شي مسلسل يقدر يلقاه، بغى يتفرج في الحلقه الاخيره ديالو يقدر انه يدخل ليها، اي حاجه بغاها ممكن انه يلقاها. وهذا غلط في الحياه، انه بعض الامور اللي تعطونا واجدين نقدروا ناخذهم دغيا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بعض الامور في هذه الحياه اللي وصل لهم الاخر او لا الاخر فراه صعب انه نوصلوا لهم. كيحتاجوا صبر، كيحتاجوا مواظبه، كيحتاجوا استمراريه، وكيحتاجوا انتباه، يعني تركيز. فملي سولوا دان بينا ذا 50 بليون دولار مان وسولوه على شنو السر ديال النجاح ديال بزاف ديال الناس اللي عاونتيهم، قال لهم ثلاثه الحوايج: فوكس فوكس فوكس. يعني تركيز تركيز تركيز. اي حاجه ركزتي عليها في هذه الحياه غادي توصل لها. داكشي علاش خاصك انك تعرف شنو كتشوف، مع من كتمشي، شنو كتاكل، اشنو دير، اشنو كتدخل الجسم ديالك، اشنو كتدخل الدماغ ديالك، فاش كتفرج، ومع من كتجلس. الا كنتي متحكم في هاد الامور هادو حياتك غادي تمشي لديك الجهه اللي نتايا غادي ليها. يعني الا كنتي جالس مع ناس اللي هما ما تيخدموش ما تيقراوش مبليين فيهم بزاف ديال المشاكل، فراه باين المستقبل ديالك كيفاش غادي يكون. ما الا كنتي كتمشي فقط وكتجلس مع الناس اللي كيخدموا كيدخلوا فلوس كيقراو مزيان كيديروا بزاف ديال الامور اللي هما مزيانين ما مبليينش وفيهم بزاف ديال الصفات اللي هما مزيانين، فحياتك غادي تكون مزيانه. داكشي علاش هذا راه الكونترول ديالك انت، ماشي الكونترول ديال شي حاجه واحده اخرى. هذا راه التحكم ديالك انت، هذا راه التفكير ديالك انت اولا انت. داكشي علاش كيخصك انك تتحكم في هاد الامور هادو وتحاول تفلتري ما امكن فاش كتفرج، اشنو كدير في الوقت ديالك واشنو كتدخل في الجسم ديالك ومع من كتمشي في الطريق ديالك. الا كنتي قادر تتحكم في هاد الامور هادو فراه مبروك عليك، شد فقط الطريق الصحيحه وخلي الوقت، اعطي الوقت لراسك. اي حاجه بغيتي توصل لها في هذه الحياه تقدر توصل لها على الاقل في 6 سنين 7 سنين حتى 12 عام، على الاقل في 6 سنين 7 سنين حتى 12 عام الا كانت حاجه اللي هي كبيره وحاجه اللي هي مزيانه. دونك خلي الوقت لراسك وعطيه شويه الجهد وشويه الصبر وكل شيء غادي يكون هو هذاك. والله يوصلكم كاملين الاحلام ديالكم. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.